هذا هو أكثر لاعب كرة قدم مظلوم في التاريخ. لقد فاز ب3 كرات ذهبية، ومع ذلك لا أحد يتحدث عنه. ليس كرويف. فاز بحذائين ذهبيين، وليس سواريز. فاز بكرتين ذهبيتين لكأس العالم، وليس ميسي أو مودريتش. فاز ب5 ألقاب دوري، وليس رونالدو، كيفن دي بروين أو أغويرو. سجل 14 هدفا مذهلا في النهائيات، وليس نيمار أيضا. ثم تمكن من أن يصبح أفضل لاعب في الليغا 11 مرة. قام ب1500 مراوغة ناجحة، وحتى فاز بجائزة أفضل صانع ألعاب 5 مرات، وليس كيفن دي بروين. مع ناديه أصبح الهداف 3 مرات، وفاز بجائزة الأفضل من فيفا 3 مرات، ولديه 11 مساهمة تهديفية في كأس العالم. إنه لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بجائزة لوريوس مرتين، ولديه 5 بطولات دولية، كما فاز بجائزة الفتى الذهبي مرة واحدة. في المجموع فاز ب12 لقبا في مسيرته. لقد حقق 45 رقما قياسيا و19 رقما قياسيا عالميا، ومع ذلك لم يسجل سوى هدفين من الركلات الحرة، و36 هدفا من خارج منطقة الجزاء، وتم اختياره رجل المباراة 139 مرة. قد تفكر في لاعبين مثل بيليه، مارادونا أو فان باستن، ولكن لا أحد منهم. لاعب كرة القدم الذي حقق كل هذا هو الفرق بين ميسي ورونالدو. هل يمكنك تخمين من هو هذا اللاعب؟